السلام عليكم في المطبخ الصحي السهل اللذيذ. واليوم مع بونفور بسكري بطريقة صحية وبدون جلوتين، مش بالقمح ومش بسميد اللي مارفين متعودين عليه. قنة عظيمة، لا للحرمان، كلش متوفر، كل خير متوفر. ما كانش طاطم بعض وكلش فيه صحي. نروحوا نشوفوا الوصفة. ما قبل ما نشوفها نقول مرحبا بالاعضاء الجدد. اذا كنتم مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس. ديما كاين وصفات صحية موازية للاكل مش صحي. نحتاج زيت زيتون بصلة نحبوها مسكرشة، تحبوها مقطعة. في الاصل في البونفور نديروا بصلة مقطعة ديدي. تحبوا زيت عادي ولا زيت زيتون. بعد ما تتقلى نزيدوا لها، خلوها شويه. هنايا درجه التقليه تعتمد عليكم، على بها ما حطيتش توقيت، اللي يحبها تقرمش اللي يحبها مش تقرمش. وزيدوا لها ثوم هنا. من احسن مهرس في المهرس. الاكل التقليدي، الاكل خاصه اكل بسكري، يعتمد على الثوم اللي مهرس في المهرس، ماهوش مسكرفج وماهوش مقطع، يعطي له ذوق خاص. بعد ما تقلى شويه الثوم نزيدو طماطم، الحب، مرحيه. تحبوا مرحيه تحبوا كيف هكا تعطيني لون احسن. درت حبه كبيره. الكميه هذه يمكن تكفي لشخصين فقط، وانتم بعدكم ديروا واش تحبوا. والجزر ماشي هذا، نسيت واش درت. كزبر وكمون وفلفل احمر ماهوش حار. هي كزبر وكمون شويه. هذا ملح طبيعي مخلط في الاحمر. هي كزبر وكمون وفلفل بارد وملح. عبالكم وصفه صورتها العام اللي فات تقريبا عام بالضبط، وهذا درت لها مونتاج. واش راح نديروا؟ المهم اخيرا طلعت الوصفه للنور. بعد ما طيب الصلصه تاعي نزيدو بونفور. هذا بونفور بدون جلوتين، مخدوم بالذره. الماركه تاعو الحق ما عنديش، اعطتني عمتي قدر كاس وعجبها، وجربت نص كاس قبل، ومن بعد قلت نص كاس الثاني ان نديروا وصفه وتشوفوه. هكا الجماعه اللي عندها الحساسيه تاع القمح، واللي عندها القولون، تاكلوا متهنيه. فلفل درتو اخر حاجه. الماء الكاس ماهوش معمر، لخاطر عندي لاصوص هي ديجا فيها لاصوص هي ديجا فيها قليل من المياه. وفلفل درتو اخر حاجه باه يبقى شويه مقرمش. ثم ثاني ولكم الاختيار. ونغطوها هنا مده طهي قليله ياسر، لخاطر كميه صغيره والبرمه كتشوفوا فيها كبيره. حوالي يمكن هو عاده نص ساعه، نص ساعه على نار هادئه جدا هكا باش تمتص المياه كلها. ونفتحوا عليه تشوفوا بلي الماء ما كانش، خلاص راهو جاهز. النوعيه صراحه ما عمبليش وش هي الماركه، عمتي عجبها ياسر، قالت لي كل حبه وحدها وصح كما كنت تشوفوا. خاطر مفور الاصل فيه هو يتفور. الحب تاع بفور يكون كبير ويتفور، بصح هذا تاع الذره جاي طري. وكي درتو كلش مع بعضها كيما ندير البرغل، ما تفتفتش، قعد كل حبه وحدها، والذوق تاعو يبان سميد سبحان الله، مع انه هو عباره على ذره. الماركه ما عمباليش، اذا تعرفوا نوروني حطها تحت في التعليقات. واذا عجبتكم وصفه البسكريه نزيدكم المره الجايه وصفات البسكريه بطريقه صحيه. هكا مكانش حرمان. ما تقولوليش الصحي صحي مش بنين، ولا الصحي يبعدنا على اكلاتنا التقليديه. ما تنسوا جيموا تعليق زين، ونلتقي في وصفات اخرى، واشتركوا وفعلوا الجرس. وسلام.